صراع نص الليل. أنا اسمي كريم. أنا بشتغل ممرض في مستشفى حكومي. لازم أقول اسمها. شفت بالليل في المستشفى ده ملوش زي الصراحة. خصوصا كله بيبقى نايم، الأمور بتبقى خفيفة، الدكاترة بيخلصوا ورق، وأنت قاعد بتدور على قهوة تنقذك من النوم اللي أنت فيه. في يوم وصلتنا حالة وفاة. راجل كبير في السن مات بسكتة قلبية. للأسف محدش من أهله لحق يجي، فحولوه للمشرحة مؤقت. أنا كنت المسؤول عن إن أنا آخد الجثة للمشرحة لحد ما أهله ما يجوا. حطيته على الترولي ونزلت لتحت. مكان برد جدا، الهدوء بيخليك تسمع صوت عقارب الساعة. فتحت درج من أدراج التبريد، سحبت الترولي، وكالعادة قبل ما أغطي الجثة بصيت على وشه، لكن عينه كانت مفتوحة. بس عادي، أغلب الجثث بتفتح عينيها بعد الوفاة. بس الغريب إن جسمه كان لسه دافي. بس قلت لنفسي عادي برضه، جسمه لسه ما بردش، احنا كده كده في الصيف. غطيته وقفلت ومشيت. بعد ربع ساعة بالظبط لقيت واحد من الأمن بيجري عليا وبيقول لي: أنت نزلت الجثة؟ قلت له: أيوة، في الدرج التاني على الشمال. قال لي: بس الكاميرات سجلت حاجة غريبة، الجثة اتحركت. دخلت جري أوضة المراقبة مع فرد الأمن، فتح لي تسجيل الكاميرا اللي بتبص على باب المشرحة. فعلا الساعة كانت 2:17 بالظبط. الباب اتحرك، مفيش حد دخل، بس باب الدرج اللي أنا حطيت فيه الجثة اتزحزح لوحده. حاولت أضحك، أنا مشوفتش حاجة زي دي قبل كده. قلت له: أكيد هوا أو حاجة. رد عليا وبصص لي بنظرة ما اطمنش. قال لي: هو الهوا هيفتح باب تلاجة مقفولة بقفل؟ سكت. قررت أروح أتأكد بنفسي. دخلت المزرعة، الدنيا ساقعة تلج. احنا طبعا بنبقى مشغلين التلاجة. وصلت عند الدرج، كان مقفول، بس حسيت كأن في حاجة بتتحرك جواه، أو كأن في خبط خفيف. فتحت ببطء. الجثة كانت في مكانها، بس الوش متغير. الصوت اللي نزل كأنه بيصرخ، والإيدين متشنجة كأنها كانت بتحاول تطلع. والأغرب من ده كله إن عينه كانت بتبصلي. بس الغريب أكتر إن لما لمست إيده عشان أتأكد، إيده كانت دافية. يعني الجثة اتحركت بعد ما بردت. رجعت جري على أوضة الأمن، وشي كان باين عليه الرعب. بس الأمن قال لي حاجة خلتني أتجنن أكتر. قال لي: بص يا كريم، بعد ما خرجت من المشرحة الكاميرا سجلت صوت غريب، كأن حد بينادي باسمك من جوه الدرج. افتكرت فعلا وأنا خارج سمعت حاجة، كأنه صوت واطي
شبه الأمس، بيقول لي مشيت ومش قادر أصدق إن ده بيحصل بجد، إن ما كنتش عارف اللي هيحصل بعدها كان أسوأ. رجعت رجعت على الأوضة اللي كنت فيها في الطوارئ. الممرضة اللي كانت هناك قالت لي إنها سمعت صوت خبط على باب الأوضة، ولما فتحت ما لقيتش حد. بس بعد دقيقة الجهاز بتاع النبض اشتغل لوحده، مع إن ما كانش فيه أي حالة جوه. حسيت حسيت إن في حاجة غلط. قالت لي هي الجثة اللي وصلت دي أنت نزلتها تحت؟ قلت لها آه. قالت لي طيب ممكن نطلع الجثة تاني؟ قلت لها ليه، في إيه؟ قالت لي أصل الدكتور كان شاكك إن دي سكتة قلبية وإن هو متوفاش. قلت لها أنت بتقولي إيه؟ أنت بتهزري؟ قلت لها طب كان اسمها إيه الجثة دي؟ قالت لي اسمها كريم. حسيت كأنها صاعقة نزلت عليا. قلت لها أنت بتقولي إيه؟ قالت لي صدقني اسمها كريم. نزلت تحت، نزلت وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل ده كله. ببص على الجثة لقيت فعلا اسمها كريم. ببص عليها لقيتها مفتحة عينيها وابتسمت لي. رجعت لورا وأنا بترعش، قلبي كان هيقف، عايز أخرج جري بس الباب اتقفل. الدنيا بدأت تبرد تبرد بشكل مش طبيعي. اللمض اللي في السقف بدأت ترعش. هو إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ سمعت نفس الهمس تاني. وقعت على الأرض، حاولت أقوم، حسيت بإيد باردة ماسكة رجلي. بصيت تحت، الجثة كانت فعلا خارجة من الدود وبتسحبني ناحيتها. كانت بتصرخ بصوت مش طبيعي. الدنيا اسودت. صحيت بعدها في المستشفى، لقيت نفسي مربوط في السرير. دكاترة بتقولي إني اتشنجت، اتخبطت جامد في دماغي. بس أنا متأكد وعارف إن الجثة دي لسه مستنياني. بس الغريب لما سألتهم على الجثة اللي كانت جاية بسكتة قلبية، قالوا لي مفيش أي جثة بالوصف ده جت المستشفى. أنا لحد دلوقتي مش مصدق اللي حصل. في حد عنده أي تفسير يا ريت يقولي. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل يوم قصة جديدة.